أكيد أنكم تتبعتم معنا أطوار افتتاح السنة القضائية 2025-2026. هذه السنة أيضا كالسنوات السابقة 5 سنوات السابقة كانت يعني مميزة، ومؤشرات المحكمة في تصاعد مستمر الحمد لله. استطعنا القضاء على المخلف ديال القضايا الرائجة، وكما لاحظتم المحكمة قسم القضاء الأسري بابتدائية العيون يعني يتميز بالانسيابية وحسن تقديم الخدمات في أجل معقول جدا، وهو رقم واحد تقريبا على الصعيد الوطني فيما يخص هذه النقطة هذه. إذا المشاكل السابقة اللي كانت في 2020-2021 فيما يخص الاكتظاظ ديال المواطنين في هذا القسم هذا تلاشت حاليا، خصوصا مع البداية الجديدة والمجهودات التي قام بها قضاة المحكمة الابتدائية بهذا الصدد هذا. ايضا هذه الكلمه ديالتي تضمنت اشاره الى مستجدات 2025 اهمها افتتاح المحكمه الابتدائيه بالدغله، افتتاح المحكمه الابتدائيه ببوجدور صحيح ببوجدور، والتي تعد لبنه جديده في يخص صرح البنايات القضائيه بالمناطق الجنوبيه، والتي تمكن الساكنه من الحصول على خدماتهم عوض الانتقال إلى مدينة العيون، والتي تبعد تقريبا حوالي ساعتين من الزمن. وأنا قدمت مباركتي للمسؤولين القضائيين وكذلك لجميع الساكنات ومرتفقي مدينة ومحكمة ابتدائية ببوجدور. أشرت أيضا إلى المستجدات التشريعية أهمها قانون العقوبات البديلة الذي يعتبر نقلة نوعية ومتميز جدا فيما يخص نظرة القضاء ونظرة القانون المغربي للعقوبة التي عوض اعتماد العقوبات السابقة الكلاسيكية التي متمثلة في السجن والاعتقال. الآن العقوبات البديلة تفتح مسار جديد أمام المتهمين، وذلك بتمكينهم من عقوبات بديلة عوض السجن. وأعطيتكم نموذج لحكم قضائي تقاضى بحوالي يعني تم أداؤها كلها مجموعة ديال 33 مليون في ملف قضائي واحد. أصبح المتهم مساهما سليما ومهما جدا في الجبائية المالية ديال الدولة عوض أن يكون عبئا على المالية العامة، وهذا شيء إيجابي جدا في مقابل تمتعه بالحرية ومؤسسة عملية، خاصة أن أغلب المتابعين في الملف كانوا موظفين، فحافظنا على مهنهم وعلى استمرارية أسرهم في مقابل تم تطبيق العقوبات البديلة في حقهم. النقطة الثانية وهي أنه القانون الجديد ديال المفوضين القضائيين أيضا شرعنا في تنفيذه هذه السنة، وطلبنا من المفوضين القضائيين أن يشاركوا معنا في المجهودات المتعلقة بتنفيذ الأحكام التبليغ وتنفيذ الأحكام الزجرية، وأن ينخرطوا أيضا في المجهودات الرقمنة باعتماد نظام ساجدو سيفيل وبينال، وتقديم الدعم اللازم للمحكمة وتقديم خدمات يعني رقمية جديدة إلى المتقاضين. أيضا أشرت إلى قانون مهم جدا وصعب يتضمن معطيات جديدة وإضافات بالمئات، وهو قانون المسطرة الجنائية، حيث طلبت من القضاة ومن المسؤولين القضائيين بالدائرة وكافة المتدخلين والذين لهم ارتباط بتنفيذ المساطر والإجراءات الجنائية، طلبت منهم حسن تفعيل هذا القانون للمصلحة العامة. قانون يتضمن إضافات جديدة واختصاص جديدة جدا يحتاج إلى ندوة مفصلة سنقوم بها في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. وأتمنى من الجميع هنا أن يتفهم يعني كثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها في واحد حيز زمني يعني قليل جدا. أعتقد أن 2026 ستكون يعني فرصة لتفعيل هذه النصوص بصفة أكيدة وبصفة جدية. قبل أن أختم كلمتي في افتتاح السنة القضائية، وصلت دائما نصائح، قدمت نصائح إلى القضاة. هذه النصائح هي ترتكز على 3 أسس. الأساس الأول هو ضرورة اعتماد الرقمنة كأساس ومنهج للعمل، لا مجال للعمل الورقي القديم والمدرسة القديمة الورقية. يجب علينا جميعا أن نعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية الرقمية المتوفرة والتي توفرها الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس على السلطة القضائية.
ايضا ركزت على ان الهدف ديالنا هو تحقيق العدل، وفي حاله تعارض النصوص القانونيه القانون مع العدل فيجب تطويع النص القانوني ليخدم العدل. هذا هو المبدا الذي اشرت اليه في كلمتي. وايضا النقطه الثالثه انه العمل الانساني ضروري جدا، ان تكون لدى القاضي ولدى الموظف في المحكمه أن تكون له قدرة على الإيثار وعلى تقديم المساعدات للمواطنين وحسن التعامل معهم بواحد أسلوب حضاري وتقدير جميع المرافقين ديال المحكمة هذه، لأن الكلمة الطيبة أعلى من أي شيء في الحياة هذه. أخيرا لابد أن ننوه أيضا بالدور ديال الإعلاميين في إيصال الرسالة القضائية وفي تقوية السلطة القضائية. راه مسؤولية ديال الجميع، ليست فقط من القضاة والمسؤولين القضائيين، وإما للمجتمع المدني وخصوصا بالنسبة للإعلاميين لكي ينقلوا صورة إيجابية جدا ويحاولوا نشر المعلومة القانونية ومساعدة الناس في هذا الإطار هذا. وشكرا لكم جميعا. القضائية هو موعد قضائي هام يشكل محطة سنوية لتقييم الأداء واستشراف آفاق العمل وتجديد الالتزام بخدمة العدالة. وكما تتبعتم معنا، تميزت السنة القضائية المنصرمة بمواصلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون القيام بمهامها الدستورية والقانونية بكل جدية ومسؤولية، متبنية الشعار الذي رفعته رئاسة النيابة العامة وهو نيابة عامة مواطنة للحقوق والحريات الضامنة، حيث نصب العمل على تعزيز النجاعة القضائية، تسريع البت في القضايا مع الحرص على احترام الضمانات القانونية وحماية الحقوق والحريات، لاطلاعها بدور حماية الفئات الهشة لا سيما النساء والأطفال، والتفاعل الإيجابي مع قضايا العنف الأسري وحماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار سجلت النيابة العامة لدى المحاكم لدى الدائرة القضائية محكمة الاستئناف بالعيون لنسب إنجاز مهمة في معالجة القضايا المعروضة عليها، سواء على مستوى المحاضر أو الشكايات أو باقي الطلبات التي قدمت إليها، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 99% من الرائج لديها. هذه النتائج المحققة على مستوى نسبة الإنجاز لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة برنامج عمل واضح المعالم قائم على التخطيط المحكم وتحديد الأولويات وتتبع الأداء بشكل منتظم، وقد ساهم فيه عنصر بشري مؤهل وكفء يتقدمه وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة وضباط شرطة قضائية مشهود لهم بالجدية والتفاني، إلى جانب أطر إدارية ذات خبرة وتجربة في تصريف العمل اليومي للمرفق القضائي. شكرا لكم.